السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي. اليوم ان شاء الله كنحضر معكم غريبة البهلة. غادي نجيبو القصرية، عندنا هنا الدقيق، عندنا هنا معلقة صغيرة ديال القرفة. بالنسبة للدقيق عندي نص كيلو وواحد الكاس، عندي كاس ديال سنيدة حنا على حسب الذوق، عندي كاس ديال الجنجلان، عندي اخوتي كاس ديال اللوز، كاس اللوز مهرمش، عندي قبيصه ديال الملحه، جوج خمارات، خمارات اخوتي. عندي هنا فلو ديال الكراميل، فلو الكراميل باش كيعطي لهاد الغريبه ديالنا واحد المذاق مزيون. غادي نخلطو هاد النواشف مزيان هكا، نخلطوهم مزيان. كاع هادشي اللي درنا المقادير وهادشي اللي درنا يتخلط مزيان في هاد الدقيق. خوتي غادي نديرو الزبده نتوما اللي بغيتو ديروا على حسب الزبده النوع اللي بغيتو ديروا. انا كنبغي هادي ندير هادي ديال الاكل ديال العلبه، احسن ما تكونش في الثلاجه، ما تكونش بارده. هانتي دابا زوينه الخدمه، ما تعذبكمش. اللي كتكون في الثلاجه ما كتعذب، خصك ذوبه. المهم نخويو هاد الزبده وغنرجع معاكم. غندخل هاد الزبده مزيان في هاد الدقيق، ندخل هاد الزبده في الدقيق مزيان اخوتي، بحال هكا بقاو ديروا بحال هكا مزيان هاد الدقيق كله. هانتي خوتي من بعد ما دخلنا ديك الزبده في هاد الدقيق كلها، هانتي خوتي كي جات. دا هو السر ديال الغريبه باش كتجي زوينه. ندخلو ديك الزبده في هاد الدقيق مزيان، عاد نبداو ان شاء الله نديرو الزيت. الزيت نديرو شويه بشويه. بسم الله. ندير نص كاس الاول، دابا غنبقى نجمع. ديت نص كاس، دابا درت كاس ديال الزيت اخوتي. انت اخوتي دابا درت كاس ديال الزيت، هاي باقيه ما تجمعتش.
دابا زدت الكاس الثاني، نبقى نضيف شويه بشويه، مديروش كاع في مره. نعلكوها مزيان دابا باش تجمع لنا. نبقى كنجمع فيها ونرجع معكم. خوتي من بعد ما جمعتها ديتها خوتي واحد شويه ديال الدقيق. في الاول كان عندي نص كيلو، وهاد الكاس هذا اكثر من كاس العنبه، وزديتها واحد شويه حيت تفتات لي، حيت هذيك الزبده طلقات سميتو ديال بقيت كنعلكها، ودرت لها 2 كيسان ديال الزيت من هذا. هانتي علبه ديال الزبده اخوتي درتها كلها. هانتي طاسه زبده درتها كلها. المهم غادي تجي زوينه ان شاء الله بحول الله. هي غير في الاول خصكم تدخلوا داك الدقيق، تدخلوا فيه الزبده مزيان، تسبسوا مزيان داك الدقيق باش تطلع معكم زويونه. دابا ان شاء الله غادي نبداو نشكلوها على كويرات وندخلوها الفران ان شاء الله. نشعلوا الفران، غادي نطيبها في الفران ديال الضو ماشي ديال البوطه. نشعلو من الفوق ومن التحت ونخليه يسخن. نبداو كنكوروها اخوتي هكا 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 تدير بحال هاد الشكل هذا. غادي نبركو عليها واحد شويه. هانتي اخوتي على هاد الشكل هذا. كتعجبنيش انا ديك غريبه تكون صغيره. نبركو عليها شي شويه وصافي اخوتي. هيا اخوتي غريبه ديالنا درناها هنا. دابا ندخلوها الفران ان شاء الله. هانتي الحجم اللي درتها به ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره. هيا اخوتي غريبه ديالنا من بعد ما تشقت طفيت عليها الفران من الفوق وخليته شاعله من التحت. هانتي اخوتي هي من بعد ما تشقت طفيت عليها الفران من الفوق وخليتها طيب على خطره. هانتي اخوتي شاركت معكم جميع المراحل. ها غريبه ديالنا اخوتي من بعد ما خرجتها من الفران. هاد القصديره الاولى باقي لينا. هانتي اخوتي هادي غريبه ديالنا تبارك الله ما شاء الله جات مزيونه. هاهي اخوتي جات مشققه.